الزوج مش معترف وبيقلب عليك الترابيزة وبيهز ثقتك بنفسك تماما وبيحاول ان هو يضعفك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم وفيديو جديد. في فيديو النهاردة هنتكلم عن موضوع شائك جدا، موضوع انتشر في الفترة الأخيرة بشكل كبير. يعني من خلال الاستشارات الزوجية اللي بتجيني تقريبا كل يوم والتاني نفس المشكلة دي بتقابلني، نفس المشكلة دي بتشتكي منها أكتر من زوجة. يا ترى إيه الموضوع ده؟ ويا ترى إزاي هنتصرف فيه؟ كملوا الفيديو للنهاية علشان إن شاء الله نعرف إيه المشكلة اللي بتقابل الزوجات في الأيام اللي احنا فيها دي، وإزاي تتصرف كل زوجة مع مشكلتها، وإيه هي الحلول المطروحة قدامها. اتصلت بيا زوجة وبتقولي أنا زوجي بيشوف إباحيات، زوجي بيكلم بنات كتير، زوجي عايش سن مراهقة وهو بعد 35 أو بعد 50. المشكلة دي اتكررت كتير وسمعتها كتير قوي. بس قبل ما نتكلم عن انك كزوجة تعملي ايه لو لقيتي زوجك بيكلم بنات او بيشوف اباحيات او بيعمل اشياء يعني لا تصلح لزوج ان هو يعملها، قبل ما نتكلم عن الحل انا عايزة اقولك ان الموضوع يعني ليه اكتر من جانب. مش كل مشكلة ليها نفس الحل. ان زوجك بيشوف اباحيات او بيكلم بنات او يعني بيعمل حاجات اكتر من كده، ده لازم تكوني مدركة في الاول. يعني اول نقطة لازم تيجي في دماغك ان ده ذنب، هو بيعمل ذنب كبير كمان. فالذنب ده هو يخصه هو. يعني ما تجيش انت تقولي اول حاجة تصدر في دماغك ان انت تقولي اصل انا مقصرة، اصل انا المشكلة فيا، اصل انا اللي عملت كده، اللي عملت ده. يعني تقعدي تشوفي ايه الغلط في نفسك وتحسي ان انت ثقتك في نفسك مهزوزة علشان هو عمل الخطأ ده. تقصيرك في البيت او تقصيرك في نفسك او ايا كان اللي انت عملتيه غلط ما يدهوش الحق ان هو يروح يرتكب الذنب الكبير ده. يعني خلينا متفقين على النقطة دي كويس جدا ان هو يروح يعالج مثلا المشكلة في البيت بانه يروح يرتكب ذنب كبير، فده مش حل، ده خطأ هو وقع فيه. فيعني اول نقطة عايزاكي تفهميها ان مش علشان زوجك بيشوف اباحيات او بيكلم بنات فتقومي انتي تبصي لنفسك وتقولي اكيد انا اللي وحشة، اكيد انا اللي مقصرة، اكيد انا اللي فيا مشاكل. لا، خلي بالك من النقطة دي كويس جدا، انا عايزاكي تدركيها علشان تقدري انك تحلي المشكلة. طبعا في انواع كتيرة من الازواج. اول نوع هنتكلم عنه النهاردة وهنقول الحلول المطروحة للتعامل معاه هو الزوج اللي بيعمل الذنب ده وبيكلم بنات او بيشوف اباحيات لكنه عارف ان هو واقع في ذنب. يعني عارف ان هو بيعمل حاجة غلط وما بيعيبش فيكي ابدا، يعني ما بيجيبش الذنب عليكي، بالعكس بل بيقولك لا انتي كويسة، انتي عاملة كل اللي عليكي، انتي ما فيكيش مشكلة خالص، لكن انا مش عارف اقاوم، انا مش عارف انا ليه بعمل كده، انا حاسس ان انا في ذنب بس مش عارف اتخلص منه. تمام؟ طيب ازاي انتي كزوجة تتصرفي في الوضع ده؟ اولا لو الزوج بالشكل ده ومعترف بخطأه فهو يحتاج منك كل الدعم وان انتي تقفي جنبه. مش هتروحي وتقولي لا انا مش هقدر وهطلب الطلاق، لا، انتي في الاول هتحاولي. لان احنا عندنا يا جماعة في الاساس احنا بنحافظ على البيوت او اعمار البيوت خاصة لو في اطفال. فانتي لو زوجك من النوع الاول اللي هو عارف ان هو بيعمل حاجة غلط وعارف ان هو واقع في ذنب وعارف ان هو مفيش تقصير من ناحيتك، فده شخص انتي بتقفي جنبه. اول حاجة بتدعميه وبتقولي له انا جنبك، انا هقف معاك، والمهم يكون عندك إرادة وهتتعالج وان شاء الله بإذن الله هتتحسن وهتكون حياتنا افضل. فانتي كالداعم ليه. تمام؟ طيب هتعملي ايه كمان؟
هتشوفي حد متخصص وتروحي انت وزوجك ليه، وهيتكلم عن مشكلته وان هو ليه بيعمل كده او هو بيحس بايه وهو بيعمل كده. لان يا جماعة احنا عارفين طبعا الادمان للمواد المخدرة او اي شيء تاني، فهو الاباحيات او العادة السرية او كلام البنات او يعني الاشياء دي هي كالادمان، خاصة لو الشخص بقاله فترة كبيرة بيمارس الحاجات دي. فطبعا انتي محتاجة انك تروحي لمتخصص انتي وزوجك ويتكلم عن كل اللي هو بيعمله والافعال اللي بيعملها والاحاسيس اللي بيحسها، ويعني يتكلم عن كل اللي جواه. بعد كده المتخصص هيقدر ان هو يساعدكم ان يحط خطة علاج لزوجك. فالزوج لو عنده إرادة قوية بالتالي هيمشي على خطة العلاج دي وهيتابع مع المتخصص، وانتي هتكوني الداعم ليه، هتكوني دايما في ظهره. يعني لو في بقى هتبصي بقى لو في تقصير في البيت هتحاولي تظبطيه، لو انت مقصره في حاجه تحاولي تظبطيها، تحاولي دايما تكوني جنبه بتشجعيه بالكلام وبالافعال وكل شيء بحيث ان انتوا تخرجوا من الازمه دي. فده اول نوع من الازواج واول نوع من المشاكل، يعني الزوج بيكون معترف بخطأه. تمام. فهنا ان شاء الله الحل بيكون يعني اسرع وبيكون موجود، يعني الحل في ايديكم ان انتوا تعملوه. تمام. لكن في انواع تانية من المشاكل بيبقى الزوج فيها مش معترف اصلا ان هو بيعمل حاجة غلط، مش معترف اصلا ان اللي انا بعمله ده شيء حرام، فبالتالي بتكون المشكلة اكبر. طب في نوع ثالث ان هو مش معترف وبينكر، ولو جيتي واجهتيه بيقلب عليك الترابيزة، وكمان مقصر معاكي في حياتكم الزوجية ومقصر مع اولاده، وبالتالي في مشكلة هنا يعني كبيرة في البيت، يعني في خلل كبير جدا في البيت. تمام. طيب في كمان زوج بيعمل ايه؟ بيشتغل على الزوج ان هو عارف نفسه هو في مشكلة ايه، فبالتالي بيقعد يضعف في الزوجة ويقعد يكسر فيها ويهدم ثقتها بنفسها بحيث ان هي ما تعرفش تواجهه، ما تعرفش تمسك عليه اي غلطة، ولا تقدر ان هي مثلا تكشف امر ولا اي حاجة، تفضل ان هي دايما مشغولة بنفسها. فاحنا عندنا انواع كتيرة من الحالات دي، وكتير دي قابلتني كتير، يعني بتختلف. النهاردة استشارة الزوج معترف، امبارح استشارة الزوج لا مش معترف وبيقلب الترابيزة على الزوجة، وهكذا، والاعمار مختلفة. ده ابتلاء كبير جدا جدا اصبحنا فيه. فالنهاردة هنركز بس على اول حالة، وهي ان الزوج معترف. فانتي كزوجة لو اكتشفتي ان زوجك بيشوف اباحيات او بيكلم بنات او يمارس العادة السرية، في خلل في النقطة دي، فبالتالي ممكن في الاول ان انت تواجهيه. لو انت عارفة طباع زوجك ان هو هادي وسلس وهيستجيب معاك، بتواجهيه وبعدين بتحطي النقط على الحروف وتقولي له اللي انت بتعمله. فبالتالي انت بتواجهي زوجك وبتحطي النقط على الحروف وبتعرفيه ان اللي هو بيعمله ده ذنب كبير وهيأثر عليه وعليكم كأسرة، فبالتالي محتاجين لعلاج. لو استجاب ليكي واعترف وحب ان هو فعلا يكون معاكي وانتوا الاتنين تروحوا المتخصص، فده يكون شيء كويس جدا جدا. هتكوني انت الداعم ليه، هتتابعيه في خطة العلاج اللي هيعملها المتخصص وهتتابعوا مع المتخصص، وبالتالي انت هتبدأي تغيري من نفسك، هتغيري من روتين البيت، هتشتغلي اكتر على ان انت تجددي في علاقتكم الزوجية بحيث ان انت تجذبيه ليكي وتحاولي تدعميه انه يتخلص من الذنب الكبير ده. وطبعا عليكي بالاستغفار وعليكي بالدعاء وعليكي بالصدقة بنية ان ربنا يهدي زوجك ويرده اليكي ويصلح حياتك ان شاء الله، وتكثري من الدعاء والاستغفار ولا حول ولا قوة الا بالله. طبعا اولا واخيرا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ان شاء الله باذن الله لو انت من الحالة الاولى دي، فباذن الله باذن الله العلاج هيكون اسهل، وان شاء الله هيكون في تحسن كبير جدا، وبالتالي ان شاء الله حياتكم هتكون افضل. فاضل عندنا الانواع التانية، هي ان الزوج اصلا مش معترف
ولكنه بيعمل ومستمر الذنب ده، ولكنه مش بيأثر في البيت، ويعني الدنيا ماشية. فده برضو هنقول هنعمل معاه ايه. والنوع الثالث ان الزوج مش معترف وبيقلب عليك الترابيزة وبيهز ثقتك بنفسك تماما تماما وبيحاول ان هو يضعفك، وده برضو هنقول هنعمل معاه ايه. والزوج اللي هو بيأثر تماما في البيت وفي أولاده وفي كل حاجة، يعتبر ان هو زوج مش موجود ومنكد عليكي حياتك وعيشتك، فده برضو هنقول هنعمل معاه ايه. بس ان شاء الله في الحلقات الجاية، لان دي مشكلة كبيرة وبتهم زوجات كتير، فهنفرد لها سلسلة من الفيديوهات. واتمنى انكم لو لسه مكملين معايا الفيديو ولسه مشتركتوش في القناة، انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الخاصة بالامر ده. وكمان ما تنسوش اللايك الجميل للفيديو علشان الفيديو ينتشر ويوصل لزوجات كتير محتاجين ان هم يتعرفوا ازاي يتعاملوا مع المشكلة الزوجية دي. وكمان ياريت لو تنشروا الفيديو وسط الناس اللي حواليكم، علشان بإذن الله تعم الفايدة على جميع الزوجات إن شاء الله. أتمنى الفيديو يكون أفادكم، وأتمنى إنكم تكتبولي لو عندكم مشكلة في الجانب ده، تكتبولي في التعليقات، وبإذن الله إن شاء الله هرد عليكم في التعليقات. قولي في التعليقات وبإذن الله إن شاء الله هرد عليكم في التعليقات. ولو حابين انكم تعملوا استشارة خاصة تكون الكلام، ولو حابين اننا نعمل استشارة خاصة، فممكن تطلبوا تحديد جلسة بإذن الله. هسيب لكم رقم الواتساب إن شاء الله تحجزوا عليه الاستشارة. وأتمنى إن الفيديو يكون فعلا أفادكم، وأتمنى إن ربنا يرزقكم السعادة والطمأنينة إن شاء الله. واستنوني وفيديو جديد، ومع تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.